الألعاب النفسية من كتاب لأ بطعم الفلامينكو للدكتور محمد طه. في بداية الفصل ده بيقول الكاتب إن في معاملاتنا اليومية وفي علاقتنا مع بعض بنستخدم مجموعة كبيرة جدا من الألعاب النفسية، أحيانا بتكون بوعي وأحيانا من غير قصد. بنستخدمها عشان نوصل لغرض معين أو نحس بشعور معين أو نوصل رسالة معينة للي قدامنا. فبعض الألعاب دي بنلعبها مع نفسنا، وبعضها بنلعبها مع الناس اللي حوالينا، وبعضها بتتلعب معانا من غير ما ناخد بالنا. أول لعبة نفسية قالها الكاتب لعبة ملهاش حل. في اللعبة دي بيكون عندك حد مش بيبطل يشتكي: أنا تعبان، أنا مظلوم، أنا مش عارف أعمل إيه، محدش حاسس بيا، ليه يا رب كده؟ النوع ده بيتعمد يشتكي قدامك، فتتعاطف معاه وتحط نفسك مكانه وتقترح حلول للمساعدة. واللعبة بتبدأ لما تندمج في الدور وتجتهد في التفكير والاقتراحات، ويسد عليك كل باب بترسمه للحل، فتحتار وتتضايق وتحزن وتحس بقلة الحيلة والذنب، وتتحول في نظر الشاكي لواحد من الناس العزاز اللي لما احتجتهم طول الوقت طلعوا أندال بامتياز. أخطبوط هايل من المشاعر السلبية بيتلف حوالين رقبتك ساعات ويمكن سنين، لأنك مش قادر تساعد حد هو في الحقيقة مش عايز يساعد نفسه. الناس دي عايزة تعيش دور الضحية ويلبسك دور المنقذ، اللي مش هيسمحوا ليك انك تنقذهم علشان يفضلوا حاسين بالعجز والظلم ده. والظلم ده مريح بالمقارنة بإحساسهم بالمسؤولية عن اختياراتهم في الحياة. الناس دي تعرضوا لفترات صعبة من الاحتياج للاهتمام والشوفان والدعم النفسي، وما لقيهوش من أقرب الناس ليهم، فتعودوا على السيناريو ده وبيبقوا بيكرروه من غير وعي أو بوعي. والكاتب بينصحك إن أكبر غلطة إنك تدخل اللعبة دي، لأنك هتستنزف فكرك وتستهلك طاقتك. مفيش مانع تعبر عن إحساسك واهتمامك بيه، لكن بعدها تحمله المسؤولية وتقوله أنا فعلا حاسس بيك، أنت هتعمل إيه دلوقتي؟ وحاول توجهه لحد متخصص يقدر يساعده. تاني لعبة هي القرب والبعد. اللعبة دي فيها بتلاقي حد بيقرب منك ويقرب أكتر، وأول ما تطمن وتقرب انت كمان تلاقيه اتغير من غير أي سبب واضح وفجأة. وأول ما تيأس وتاخد أول خطوتين في البعد تلاقيه من غير أي مبرر بدأ يقرب تاني، والعشم يزيد والود يرجع وفجأة يبعد. اللعبة دي بتملى الطرف التاني بالحيرة والأسئلة الصعبة والشك في النفس. الشخص اللي بيلعبها ده بيكون اتعرض لصدمة نفسية صعبة من حد قريب، بيخليه مقسوم نصين، من جواه خايف من الناس وفي نفس الوقت محتاجهم جدا. اللعبة دي صعبة ومرهقة ومتعبة وما تسمحش لحد يلعبها معاك. تالت لعبة: مين هيمسك الكنترول؟ اللعبة دي قايمة على سؤال: مين اللي هيتحكم في التاني؟ ومين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟ زي لو واحد مرتبط بواحدة وبيتحكم في كل تفاصيل حياتها. وفي طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول: انك تحسس الطرف التاني بالذنب فيبقى مضطر يعمل طول الوقت اللي يرضيك، ودي بيستخدمها اوقات الاباء مع ابنائهم. او تهديد الطرف التاني انك هتسيبه او هتأذي نفسك او هتأذيه. العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، الحل انكوا تسيبوا الكنترول ويمسكوا في ايد بعض. رابع لعبة: زعلانة بيني وبين نفسي. دي لعبة محيرة للطرف التاني، تلاقيه فيها فجأة مراتك أو خطيبتك متغيرة ومش على طبيعتها وكلامها قل، وتسأل في ايه؟ الإجابة بتكون مفيش. والرجالة لما بيلعبوها بيكون بطريقة الكهف، بمعنى ينسحب في هدوء وينعزل ويتقوقع جوه نفسه. طبعا من حق كل واحد يكون ليه وقته الخاص، بس اللي بيحصل في اللعبة دي إننا بنبقى محتاجين حد يحس بينا من غير ما نقول أو نتكلم، ويجاوب من غير ما نسأل. لو انت امرأة انت بتصعبي الأمور على شريكك في العلاقة وبترهقيه نفسيا. لو انت راجل انت بتحسسها بالرفض وإنها ملهاش لازمة. محتاجين نكون واضحين شوية، يعني أقول أنا زعلانة علشان واحد اتنين تلاتة، أفتح باب للمناقشة والتفاهم، أعبر عن مشاعري في كلام بسيط يقرب شريكي مني ويحسسها بيا. خامس لعبة قالها الكاتب لعبة قلب الترابيزة، بمعنى إن حد ينسب ليك اللي بيخصه هو من أفكار ومشاعر وسلوك، فبدل ما يشوف إنه هو مقصر يشوفك إنت مقصر، بدل ما يعترف بفشله يتهمك إنت بالفشل.
نوع من الإسقاط علشان ما يتحملش الشخص المسؤولية ولا يحس بالذنب ولا يعترف بغلطه. وبتظهر قوي لما واحدة تتعرض للتحرش يقولوا إن لبسها مش كويس، هي اللي عايزة تتعاكس، أو زوج مقصر يتهم زوجته بالتقصير والفشل في تربية ولادها. وبينصحك الكاتب لو تعرضت للعبة دي تجيب مراية طويلة وتثبتها قدام الشخص اللي بيلعب اللعبة دي وتقوله بص انت بتتكلم عن نفسك. أما سادس لعبة، اتغير بس خليك زي ما انت، وفيها أب أو أم أو زوج أو زوجة بيتغيروا للأفضل سواء بالعلاج أو الزمن أو الخبرة، لكن يفضل الطرف التاني شايفهم زي ما هما أو مش عايز يشوف أي تغيير ليهم. واللعبة بتبتدي لما نشتكي من حد ونطالبه إنه يتغير، وأول ما يتغير نقوله لأ أنا مش مصدق تغييرك. وبيحصل ده علشان المستفيد من الشكوى هو الشاكي طبعا. مين اللي بيلعب دور الضحية ويستاهل الاهتمام والتقدير والمساعدة؟ الشاكي طبعا. ومين اللي هيخسر لو الوضع اتغير؟ الشاكي طبعا. ما هو لو اتغيرت هروح فين أنا بقى واشتكي ازاي؟ فيقاوم تغييره علشان يفضل يشتكي ويلعب دور الضحية. اقبلوا التغيير وشوفوه وشجعوه وجددوا رؤيتكم لنفسكم ولغيركم كل يوم. وألعاب تانية كتير قالها الكاتب، ووضح ان الألعاب دي مفيهاش هزار وما ينفعش تستمر اللحظة بعد ما تكتشفها، أو لو لقيت نفسك بتلعب لعبة منهم أو حد بيلعبها معاك تقف وتقول لأ بكل قوتك وتمنع نفسك وغيرك عن الاستمرار في اللعبة دي. الكتاب خلص لكن مليان بالتفاصيل، بنشجعك تشتريه وتقراه وأكيد هتستفاد أكتر لما تطلع عليه بالتفصيل. ربنا معاك.